دي نيوة، واللي بتحكي لنا انها هتسافر لندن عشان تعيش هناك مع امها وجوز امها، وهتروح تعيش في لندن معاه ومع ابنه اللي اسمه نيك. واول ما بيوصلوا البيت بيرحب بيهم ويل جوز امها، وبعدها بتدخل نيوة تتفرج على البيت وبيكون فخم جدا، وبتنبهر نيوة لما بتشوف جراج العربيات اللي بيكون فيه عربيات كتير ومن اغلى الماركات. وبعدها بتروح اوضتها وبتعجب بيها، ولما بتبص من الشباك بتشوف نيك ابن ويل وبيكون بيلعب مع اصحابه في حمام السباحة، وبيظهر انه شاب رياضي وجذاب. وبعدها بتنزل نيوة عشان تجيب حاجة تاكلها، ولما بتفتح التلاجة بتتفاجئ بنيك قدامها، فبتتخض جدا وبتقوله ان دي تصرفات ولد مستهتر. فبيقول لها نيك ان دي اقل حاجة يعملها مع الضيوف الغير مرغوب فيهم، وساعتها بيبدأوا يتكلموا سوا بطريقة وحشة، وبيظهر ان محدش فيهم طايق التاني، لدرجة ان نيك بيقول لها انه من الافضل انهم يكونوا بعيد عن بعض. فبتقوله نيوة ان ده هيناسبها جدا. وبالليل كلهم بيكونوا رايحين حفلة للمشاهير، وبينبهر نيك وقتها لما بيشوف نيوة وهي لابسة فستان سهرة شيك، ومع ذلك بيخبي اعجابه وبيقول لها ان فستانها مش حلو عشان يضايقها. لكن اول ما بيوصلوا الحفلة بتلاحظ نيوة ان نيك معروف جدا والبنات بيتصوروا معاه. وبعدها بتدخل نيوة الحفلة وبتقف لوحدها وبتراقب نيك وهو بيرقص مع البنات الحلوة ومستمتع بوقته. وفي اللحظة دي بيشوفها واحد من اصحاب نيك اسمه جاي، فبيروح لها وبيعزمها على مشروب، وبيقول لها جاي انه كان في البيت وشاف خناقتها مع نيك، وبيلفت انتباهها ان نيك مش مستهتر ولا حتى معتمد على فلوس ابوه زي ما هي فاكرة. وبيعرفها ان نيك اسس شركة خاصة بيه وهو عمره 17 سنة، ولما الشركة اتعرفت وكبرت نيك باعها بفلوس كتير. وفي اللحظة دي بتبدأ نيوة تغير فكرتها عن نيك. وبعد ما بتخلص الحفلة نيك بياخد نيوة في عربيته عشان يرجعها البيت، وساعتها نيوة بتفضل تضايق نيك بالكلام طول الطريق. وأول ما بتجيب سيرة أمه وبتتكلم عنها بطريقة وحشة بيوقف العربية وبيجبرها انها تنزل، وبيمشي وبيسيبها في الشارع. فبتتضايق نيوة جدا من اللي عمله، وبتتضايق اكتر لما بتلاقي تليفونها فصل شحن، وطبعا ما بتعرفش تتصل بحد عشان يوصل لها ويلحقها. لكن وقتها بتلاقي واحد اسمه زاك بيقف بعربيته جنبها وبيقول لها ان نيك اتصل بيه عشان ياخدها للبيت. وبالصدفة بتعرف نيوة من زاك ان نيك راح يسهر في ملهى ليلي، فبتطلب من زاك انه ياخدها على هناك. واول ما بيوصلوا بيشوفها ولد اسمه توم وبيعزمها على مشروب، فبتاخده منه نيوة وبتروح تدور على نيك لحد ما بتشوفه وهو بيرقص مع البنات. فبتقرب منه وبتدلق المشروب عليه، وبتفضل تزعق له عشان سابها لوحدها في الشارع، وبتقوله انها كانت ممكن تتسرق او تتقتل، وبتسيبه وبتمشي. فبيروح نيك وراها لكنه بيلاقيها دايخه ومش في وعيها، فبيفهم ان المشروب اللي معاها كان فيه مخدر، وبيسالها مين اللي ادالها المشروب، فبتعرفه انها اخدته من ولد اسمه توم. فبيروح نيك لتوم وبيضربه بسبب اللي عمله في نيوة. وبعدها نيك بياخد نيوة وبيركبها عربيته عشان يرجعوا البيت. ولما بيطلعها نيك اوضتها وبينيمها على السرير بيلاحظ ان في اثر جروح على جسمها. وتاني يوم بتدور نيوة في ملف نيك الشخصي على الفيسبوك، وبعدها بتدخل اوضته وبتتفرج عليه وبتمسك هدومه وبتقيسها على نفسها قدام المراية. وساعتها بيدخل عليها نيك فبتتحرج نيوة وبتتكسف وبتسيبه وبتروح على اوضتها وبتفضل تضحك. لكن بتجيلها رسالة من واحدة صاحبتها في لندن، وبتكون فيها صورة لحبيبها دان وهو بيخونها مع صاحبتها هايلي. فبتنهار نيوة وبتفضل تعيط. وبالليل بيكون نيك خارج بعربيته من الجراج، لكنه بيلاقي نيوة فجأة قدامه وبتقوله انها عاوزة تخرج معاه. فبيضطر نيك انه ياخدها. ولما بيوصلوا بتتفاجئ نيوة ان المكان عبارة عن جراج كبير وبيكون مليان شباب وبنات ومعاهم عربيات، وبيظهر انهم بيعملوا سباقات غير قانونية. ووقتها بتتعرف نيوة على بنت اسمها جينا، وبتتفاجئ جينا ان نيوة عندها خبرة في السباقات وفي انواع العربيات، وبتعرف منها ان ابوها كان بيشارك في سباقات زي دي زمان، وان هو علمها السواقة من وهي لسه طفلة. ده غير انها شاركت في سباقات كتير في امريكا. فبتسألها جينا عن ابوها، فبترد عليها نيوة وبتقول لها ان هو حاليا في السجن، وبتعرفها انها جت لندن عشان تعيش مع امها وجوز امها وابنه، لكنها مش طايقة ابنه. لكن جينا بتلاحظ ان نيوة حزينة، فبتسألها عن السبب، فبتوريها نيوة صورة حبيبها دان مع صاحبتها هايلي. فبتقول لها جينا تنساه وتخرجه من حياتها لانه ما يستاهلهاش. وبعدها بتاخدها وبتعرفها على صاحبهم جورج، وجورج ده هو اللي بينظم سباقات العربيات. وساعتها بيجي نيك ومع صاحبه ليون، فبتعرفهم جينا على نيوة وبتقول لهم ان هي جت للمدينة جديد وانها متضايقة من ابن جوز امها الغبي اللي دايما بيضايقها. فساعتها نيك بيبص لنيوة اللي بتكون محرجة، وهنا بتفهم جينا ان نيوة كانت تقصد نيك بكلامها. فبتغير الموضوع وبتقول لهم على اللي حصل مع نيوة، وبتقول لهم ان حبيبها خانها مع صاحبتها. فبتنصحها جينا انها تصور نفسها مع شاب غيره وتبعت له الصورة. وبعدها جينا بتاخد نيوة عشان يرقصوا، وبيفضل نيك يراقب نيوة من بعيد وبيظهر انه معجب بيها. فبيقرب منها وبياخدها عند عربيته، وهناك بيقول لها انه هيخليها تنتقم من حبيبها اللي خانها، وبيصور نفسه معاها وبيقول لها انه هيبعت لها الصورة عشان تبعتها لحبيبها اللي خانها. وبعدها بيوصل للمكان شاب اسمه روني ومعاه رجالته،
وبتعرف نيوا من جينا ان روني رجل عصابات ولسه خارج من السجن، وان هو ما بيحبش نيك من زمان لان نيك الوحيد هو اللي وقف قصاده. وساعتها روني بيتحدى نيك في سباق العربيات قدام الكل، فبيوافق نيك وبيجهز نفسه للسباق، لكن نيوا بتركب عربية نيك من غير ما ياخد باله، وحتى روني نفسه ما بياخدش باله. واول ما السباق بيبدأ بيتصدم نيك لما بيكتشف ان نيوا هتشارك في السباق بداله، وبيتفاجئ نيك من مهارتها العالية في السواقة. اما روني فبيتصدم لما بيعرف ان نيوا هي اللي بتسابقه، فبيتعصب وبيخبط عربيتها عشان يخليها تعمل حادثة، لكن نيوا بتسيطر على العربية وبتكمل في السباق لحد ما في النهاية بتقدر نيوا انها تفوز على روني. فبينزل من عربيته وبيتخانق مع نيك لانه خدعه، لكن في الوقت ده بتوصل الشرطة وكلهم بيسيبوا المكان وبيهربوا بسرعة. وفي البيت نيك بيقول لنيوا انه كان خايف عليها جدا، وبيقول لها ان جينا قالت له ان ابوها هو اللي علمها سواقة العربيات. فبتقول له نيوا انها ما بتحبش تتكلم عن ابوها، فبيعرفها نيك ان روني اتحداه في قتال مراهنات، فبتطلب منه نيوا انه ما يروحش، لكنه بيعرفها انه ما يقدرش ما يروحش، وده لانه لازم يتحدى روني ويغلبه والا ساعتها هيبان جبان. وبعدها بيروحوا عشان يناموا، وفي الوقت ده نيوا بتبعت صورتها مع نيك لدان. وتاني يوم بتصحى نيوا من النوم وبتلاقي دان بيتصل بيها لكنها ما بتردش عليه، وبتكون فرحانه انها انتقمت منه وغاظته. وعلى الفطار بتتفاجئ نيوا لما بتلاقي نيك بيقول لابوه انه هو هيزور مادي وهيبات عندها، فبيوافق ابوه وبيطلب منه ياخد نيوا معاه. وبتكون نيوا مش فاهمه حاجه من اللي بيحصل، لكن بتكون عاوزه تعرف مين هي مادي واللي نيك هيروح يبات عندها. ولما بيوصلوا البيت بتتفاجئ نيوا ان مادي تبقى اخت نيك الصغيره واللي بيحبها جدا، وبيروح يزورها دايما وبيفضل يلعب معاها. وبيكون واضح ان ام نيك مبسوطه من وجود نيوا في حياه نيك. وبالليل بتتكلم معاها وبتحكي لها قصه انفصالها عن جوزها، وبتقول لها كمان انها عارفه ان نيك بيشارك في سباقات غير قانونيه وكمان قتالات المراهنات، عشان كده هي منبهه عليه انه ما يشاركش في السباقات دي نهائي والا هتحرمه من زياره مادي، وده لان هي ومادي بيحبوه مش عاوزين يخسروه. وتاني يوم بترجع نيوا مع نيك على البيت، لكن بالليل بتتفاجئ نيوا ان دان جاي يزورها وبيقول لها انه استأذن من امها عشان يجي يقعد معاها كام يوم. وبتكون نيوا متضايقه جدا وبتطلب منه يمشي، فبيحاول دان يفهمها ان اللي حصل ما بينه وما بين صاحبتها غلطه ومش هتتكرر تاني، لكن نيوا ما بتسمعش كلامه وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم دان بيتكلم مع نيوا، ووقتها بيجي نيك وبيشوفهم وهم سوا، وبيكون واضح ان نيك غيران من دان ومش مبسوط بوجوده لدرجه انه بيرفض يسلم عليه وبيسيبهم وبيروح على اوضته. فبتروح نيوا وراه وبتطلب منه يخلي دان يمشي من البيت باي طريقه. فبينزل نيك وبيعرض على دان فلوس عشان يمشي، فبيوافق دان بدون تردد. وبالليل بياخد شنطته وبيمشي، لكن وقتها نيك بيضربه وبيقول له انه انسان ندل وما يستاهلش انه هو يكون حبيب نيوا. وبعدها بيرجع نيك لنيوا وبيعرفها باللي حصل، فبتتبسط نيوا وبتشكره على اللي هو عمله. ولما بيقوم نيك عشان يجيب لهم مشروب بتشوف نيوا رسائل على تليفونه، وبتكون الرسائل دي من ليون صاحب نيك واللي بيعرفوا فيها بالميعاد والمكان اللي هيتقاتل فيه مع روني. وفي اليوم اللي بعده بيتفاجئ نيك ان نيوا بتحضر القتال، وبيقدر نيك يضرب روني بقوه وبيوقعه على الارض وبيكون على وشك انه يفوز عليه، لكن بيشوف نيوا بتسيب المكان وبتمشي، وده لان مش عاجبها اللي بيحصل. فهنا بيقرر نيك انه ينسحب ويسيب المكان وبيروح ورا نيوا، لكن روني بيروح وراه وبيهدده بالسكينه وبيقول له انه انسحب وبكده خسر عربيته. فبيسمح له نيك انه ياخد منه العربيه بكل سهوله، وساعتها بيشوف نيك قدامه رجل عجوز واقف بيراقب اللي بيحصل. وتاني يوم نيك بيقول لنيوا انه انسحب من القتال عشانها، وبيعترف لها انه بيحبها وما يقدرش يزعلها. فبتفرح نيوا من كلامه وبتقول له ان هي كمان بتحبه وبتخاف عليه. وبعدها بياخدها نيك وبيروحوا حلبة سباق العربيات، وهناك بيتسابقوا سوا وبتفوز نيوا بالسباق وبيكونوا مبسوطين جدا بالوقت اللي بيقضوه سوا. واخر اليوم بيقف نيك عند بنزينة، ووقتها بيهجم عليه روني وبيكون مع رجالته وبيكسروا العربية. فبيتحرك نيك بالعربية بسرعة وبيهرب منه، وبيظهر نفس الرجل العجوز مع روني وبيكون متضايق ان نيك هرب منهم. وفي البيت بتكون نيوا مستغربة من تصرفات روني، خصوصا ان هو اخد عربية نيك والمفروض ان هو انتصر عليه، وبتطلب منه انه يبلغ عنه الشرطة، لكن نيك بيقول لها انه هيعرف يتصرف معه ويبعدوا عنه. وفي اليوم اللي بعده بتكون نيوا مع نيك في ملهى ليلي، وساعتها بيلاحظ نيك ان في شاب بيقرب من نيوا، فبيفقد اعصابه وبيروح يضربه، لكن نيوا بتتخانق مع نيك وبتقول له انه هو بيعمل اكتر حاجة هي بتخاف منها واللي هي العنف. فبيعتذر لها نيك وبيوعدها انه مش هيكرر اللي عمله ده تاني. وبعدها بيرجعوا البيت وبيقعدوا سوا عند حمام السباحة، وساعتها نيوا بتحكي لنيك ان ابوها كان دايما بيضربها هي وامها بعنف. فبيفهم نيك ساعتها ان الكدمات اللي على جسمها دي بسبب الضرب اللي تعرضت له من ابوها. وبتكمل نيوا كلامها وبتقول له ان هي شهدت ضد ابوها في المحكمة وان هي تسببت في سجنه عشان يبعد عنها وعن امها، وبتقول له انها خايفة ان ابوها لما يخرج من السجن ينتقم منها. فبيطمنها نيك ان ده مش هيحصل طول ما هو جنبها، لكن تاني يوم بيتفاجئوا ان في حد ضرب
جرب ليون صاحب نيك وسابه في عربيته في جراج بيت نيك، ووقتها ويل بيبلغ نيك انه هينقل نيوا وامها للفندق لان البيت مش امان. وبعد ما نيوا وامها بيمشوا بيقعد ويل مع نيك والشرطه، فبيحكي لهم نيك ان اللي عمل كده هو روني وبيعرفهم بكل اللي حصل ما بينهم. لكن نيك بيتفاجئ لما المحققه بتوري له صوره ماك ابو نيوا وبتقول له ان روني بيشتغل مع ماك وان ماك هو اللي ورا كل اللي بيحصل لانه عاوز ينتقم من نيوا. فبيفتكر نيك ان ماك هو نفس الشخص اللي هو شافه لما روني كان بيهدده بالسكينه، وبيربط الامور ببعضها وبيعرفهم ان ماك خلاهم يخافوا ويبعدوا نيوا وامها عن البيت، وده اللي هو عاوزه بالظبط عشان تكون نيوا لوحدها ويعرف ينتقم منها. وساعتها بيقلق نيك على نيوا وبيتصل بيها عشان يطمن عليها، لكن للاسف ماك وروني بيكونوا وصلوا الفندق وبيخطفوا نيوا. وبعدها بيتصل ماك بويل وبيطلب منه 2 مليون دولار مقابل انه يحرر نيوا. لكن نيك بيفتكر وقتها ان عربيته اللي اخدها منه روني فيها جهاز تتبع، فبيركب عربيه تانية وبيتصل بابوه وبيطلب منه يخلي الشرطه تتعقب الجهاز اللي في عربيته. وبيكون نيك سابقهم على هناك وبيفضل يدور على نيوا لكنه ما بيلاقيهاش. وفجاه بيظهر قدامه روني وبتبدا ما بينهم العركه، وبيقدر روني انه يطعن نيك بالسكينه في بطنه، لكن نيك بيمسك حديده وبيضربه بيها وبيفقدوا الوعي. ووقتها نيك بيشوف ماك وهو بيجبر نيوا انها تركب العربيه عشان يهربوا، ولما بيحاول يقرب منهم ماك بيضرب ناحيته نار. وبعدها ماك بيخلي نيوا تسوق العربيه وبيهددها بالمسدس وبيطلب منها تسوق باقصى سرعه. فبيركب نيك عربيته وبيتحرك وراهم بسرعه، وبيفضل نيك يطاردهم في الشوارع لحد ما العربيتين بيخبطوا في بعض وبيعملوا حادثه، وبيكون ماك ونيوا سلام وما حصل لهمش حاجه. اما نيك فبيكون مصاب اصابات كتير لكنه بيجي على نفسه وبينزل من العربيه وبيترعب لما بيلاقي ماك ماسك نيوا وبيهدده بالمسدس. وفي اللحظه دي الشرطه بتوصل، فبيصوب ماك مسدسه على نيك وبيكون عاوز يقتله لانه بوظ خطته. وهنا بتتحرك نيوا بسرعه وبتضرب ايد ماك وبتجري ناحيه نيك، وفي نفس الوقت الشرطه بتضرب نار على ماك وبتخلص عليه. فبتنهار نيوا لما بتلاقي نيك بيقع على الارض وبتكون خايفه انه يموت. وبعد 6 أسابيع بنلاقي نيك ونيوا في حمام السباحه سوا، وبيكون حواليهم ويل ومراته واصحابهم جينا وليون. وفجاه الدنيا بتمطر وبيسيبوهم في حمام السباحه وبيجروا بسرعه عشان يدخلوا البيت. وساعتها ويل بيكون مبسوط جدا لان نيك بلغه انه عاوز يتجوز نيوا. وبس كده بيخلص الفيلم.